ولا أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام حول رؤية الملك التي رآها وكانت سببا لإخراج يوسف من السجن. هيأ الله عز وجل ذلك السبب وسببا لرفعته وعلو شأنه ومكانته عند هؤلاء أو عند أهل مصر. قال: وقال الذي نجا منهما، أي من الفتيين اللذين دخل مع يوسف إلى السجن، مع يوسف عليه الصلاة والسلام إلى السجن، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه، وادكر بعد أمة، أي وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به، وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين، فقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إلى يوسف لأسأله عنها. لما أن عجز العلماء وذوي الرأي عن تعبير رؤيا الملك، ذكر ذلك الفتى الذي كان في السجن مع يوسف عليه الصلاة والسلام، ذكر ما جرى له من الرؤيا ومن الذي عبرها له، وذكر يوسف أن الذي عبرها له يوسف، وذكر أن يوسف وصاه أن يذكره عند سيده وهو الملك، وادكر بعد أمة، أي بعد مدة من السنين، عندما رأى الملك هذه الرؤيا. عندما رأى الملك هذه الرؤيا تقدم معنا أنه قيل أن يوسف عليه الصلاة والسلام مكث في السجن كم؟ 7 سنين. 7 سنين، لأن الله عز وجل قال فيعني 7 سنين، أنه مكث في السجن 7 سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9، بين 3 إلى 9. فعند ذلك تذكر يوسف فقال لهم: أرسلوني إلى يوسف، ما أحد سيعبرها إلا هو، وعرف أنه سيعبرها الرؤيا، فأرسلوني إلى يوسف لأسأله عن هذه الرؤيا وعن تعبيرها. قال: فأرسلوه فجاء إليه، ولم يعنفوا يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك. فقال، أي عندما جاء ذلك الفتى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، أول ما جاء إليه لم يعنفوا يوسف، لم يقل له: لماذا نسيتني ولماذا لم تذكرني وما ذكرتني إلا الآن، بل استمع له ماذا يريد وما هو سؤاله، فأجابه عن السؤال، وهي تعبير للرؤيا. قال: فقال يوسف، أي الفتى يخاطب يوسف: يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، فإنهم متشوفون لتعبيرها، وقد أهمتهم، أي متطلعون يريدون أن ينظروا بماذا تعبرها، وهي عندهم ذات أهمية، لأنها يعني رآها الملك، وهي رؤيا عجيبة، رؤيا عجيبة، وعجز العلماء عن تعبيرها، وعجز العلماء وذوي الرأي من أهل مصر ومن قوم الملك عن تعبيرها. فقال: يا يوسف عبر لنا هذه الرؤيا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون تعبير هذه الرؤيا. قال: فعبر يوسف 7 البقرات السمان وال7 السنبلات الخضر بأنهن 7 سنين مخصبات، وال7 البقرات العجاف، وال7 السنبلات اليابسات بأنهن سنين مكدبات. مخصبات أي فيها أمطار
وخصبة. يقال أرض خصبة أي أنها تزرع وأن فيها أمطار، ويقال أرض مجدبة أي أنها ليس فيها أمطار وزرعها يابس، ويقال أرض مخصبة أي أنها خضراء وزرعها أخضر. فعبر السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن 7 سنين. 7 البقرات و7 السنبلات هما يعني بمعنى واحد، هي 7 سنين مخصبة فيها أمطار وفيها زروع وفيها ثمار. وعبر السبع البقرات العجاف الهزيلات والسبع السنبلات يعني اليابسات بأنهن وهما بمعنى واحد، جمع بين السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات، بأن هذه العجاف والسنبلات اليابسات سنين مجدبة ليس فيها مطر وليس فيها زروع وليس فيها ثمار. إذن كيف يأكل هذا يأكل العجاف يأكلن السمان؟ سيأتي معنا. قال ولعل وجه ذلك والله أعلم، أي أنه عبر يعني السمان السنبلات الخضر والبقرات السمان بأنهن 7 سنين يعني خصبة فيها زروع وثمار، والسبع البقرات العجاف والسنبلات اليابسات يعني بأنهن سنين مجدبة. ما وجه ذلك؟ ما المناسبة بأنهن يعني 7 سنين ممطرة وهنا 7 سنين مجدبة؟ ما المناسبة بينها؟ قال ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه أي زرع الناس يزرعون مبني على يعني الخصب والجدب. إذا كان خصب زرعوا، وإذا كان جدب لم يزرعوا. قال وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها. إذن فهي مثل البقرات السمان، عندما تكون الأرض خصبة تحسن الزروع والثمار، فبسبب حسن الثمار وحسن الزروع تعلف المواشي فتصير سمينة، تعتلف البقرات والأغنام، البقر والأغنام فتصير سمينة. وأيضا إذا كان خصب ستكون السنبلة خضراء. قال وكثرت غلالها. والجدب بالعكس من ذلك، الجدب ما في زروع ولا في ثمار، وإذا كانت في ثمرة تكون يابسة، وإذا قلت الزروع وقلت الثمار فإن الحيوانات تضعف وتهزل، وتكون هزيلة. قال وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض وتسقى عليها الحروث في الغالب في الزمن القديم. في الغالب يعني البقرة هي التي تحرث الأرض، يجعلون آلة حديد يربطون البقرة ويجعلون الآلة حديد خلفه. لعل بعضكم أدرك هذا، أو أظن موجود إلى الآن عندكم، موجود إلى الآن صح؟ نحن عندنا في بعض المناطق موجود إلى الآن، خاصة في يعني المناطق الشمال، مناطق الجبال الجبلية، لأن عندهم الطرق وعرة فلا تستطيع أن تصعد هذه الآلات الحراثات، فيعني يحرثون يعني بالبقر، والغالب بالحمير. الآن الغالب عندنا بالحمير، يحرثون بالحمير. فالزمن القديم ما كانت عندهم آلات هذه، كانوا يحرثون الأرض بالبقر، يربطون فوقها يعني حبال ويجعلون الآلة خلفها ويحرثون بها الأرض ويسقون بها الزروع، ينقلون الماء. ما كانت عندهم آلات يعني تنقل الماء كما الآن من عند النهر تنقله إلى يعني مزرعتك بآلة بكهرباء، ما في كانت آلات ولا كهرباء، ينقلون يذهبون إلى
يعني البئر أو إلى مكان يعني إذا النهر، فيحملون الماء في القرب ويضعونه فوق البقر، ثم تنقله البقر إلى المزرعة ثم يسقون الحرث. قال: والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها، أي المناسبة من أن البقر رآها الملك في الرؤيا. لماذا رأى الملك البقر؟ لماذا لم يرى الخيول؟ لماذا لم يرى الإبل؟ لماذا لم يرى الغنم؟ ذكر العلامة السعدي وغيره من المفسرين المناسبة أن البقر هي التي يعني يقوم عليها الزرع، الحرث وسقيا الزرع. ولماذا الملك رأى السنبلات؟ لم يرى التفاح، لم يرى العنب، لم يرى الموز، لم يرى غيره من يعني الزروع والثمار، ما رأى إلا السنبلات. قال: والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها، أفضل ما يقتاتونه السنبلات هذه، يعني الذي استخرج منها الذرة، الدقيق، هذا ما أدري موجود عندكم إلى الآن، يزرع هذا السنبل، ما في عندنا إلى الآن، ما زال يزرع. أفضل الأقوات يعني أفضل ما يقتات الناس، يعني إلى يعني عندنا في يعني اليمن، وفي اليمن نقول في اليمن، أدري أي الدول الثانية، إلى زمن قريب. أنا عن نفسي أنا في قريتي وفي منطقتي إلى ما بعد 2000 ونحن نأكل من ما نزرعه، نحن نأكل مما نزرعه من السنابل هذه، يعني نزرعه ثم نحصده ثم نطحنه فنأكل منه. وأما هذا الرز كنا لا نعرفه، الأرز كنا ما نعرفه، كان عندنا مثل الفاكهة، موجود، لكن كان عندنا مثل الفاكهة، يعني مثل الحلاية. بعد أن نأكل مثلا لا نأكل إلا في الظهر، بعد أن نأكل من هذا الذي يعني نحصده، الطحين نأكله، يعني نسميه عندنا ذرة أو دخن أو غير مما يصنع. بعد أن نأكل هذا نأكل قليل من الأرز، نصنع أرز ونأكل منه قليل مثل الحلاية. وإلى الآن ما زال في بعض المناطق، خاصة في المناطق الشمالية، إلى الآن ما زالوا يعتمدون على أكل ما يزرعون، ما يأكلون الرز. أخبرني واحد في منطقة يعني دمار في الحدأ قريب من معبر، يعني قبل يعني 3 سنوات، قال أسرة معه أولاد 5 ما شاء الله، وأمه وأبوه، يعني منهم ما يقارب 10 في البيت. قال في الشهر يأخذون رز كم كيلو في الشهر؟ 10 نفر. قال 5 كيلو فقط، 5 كيلو ما يأكلون. قال نأكل قليل فقط في بعض الأحيان في وقت الظهر. قالوا إلا الغالب نأكل مما نزرع، مما يزرعون. فلهذا المناسبة أن الملك رأى السنبلات لأنها أفضل وأعظم ما يقتات الناس وأفضل الأقوات. قال عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه. فما حصدتم، أي أولها لهم، عبرها لهم، ثم أرشدهم إلى الفعل الذي ينبغي لهم أن يفعلوه لكي يسلموا من الوقوع في الجوع. قال لما يفعلون. قال فما حصدتم من تلك الزروع فذروه في وقت الحصاد في 7 سنين المخصبة، اتركوه في سنبله، أي في السنبلة، لا تخرجوه من السنبلة، لا تحصدوه، دعوه في سنبله فإنه أبقى. قال لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه. إذا كان في السنبلة ما أحد يلتفت إليه، أما إذا كان قد موجود حاصل وهو يعني موجود عندهم سوف يأكلونه، لكن ما زال في السنبلة ما سيأكلونه، يحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى حصاد. قال إلا قليلا مما تأكلون، أي دبروا أيضا
أكلكم في هذه السنين الخصبة وليكن قليلا، أي أكلكم يكون قليل في السنين الخصبة، وأبقوا الكثير، أبقوا من الزروع الكثيرة. لماذا؟ قال ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. ثم يأتي من بعد ذلك، أي بعد تلك السنين السبع المخصبات، سبع شداد أي مكدبات يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا إلا قليلا مما تحصنون، أي تمنعونه من التقديم لهن. بعد السنين المخصبة أرشدهم إلى أنهم يأكلوا قليل، والسنبل لا يخرجوه من يعني الحب لا يخرجوا من السنبل، يدعوه إلا قليل مما يأكلونه، وفي نفس الوقت لا يسرفوا في الأكل بل يقتصدوا. لماذا؟ لكي يبقى لكم كثير، ما يعني الادخار الذي يبقى كثير، لأن ستأتي 7 سنين مكدبة ما فيها زروع ولا ثمار. من أين ستأكلوا؟ مما ادخرتموه. يأكلن ما قدمتم لهن. والملك أي رأى 7 بقرات سمان يأكلن 7 عجاف. ما معنى؟ أي 7 السنين المخصبة تأتي 7 السنين المكدبة تأكل ما كان في 7 السنين المخصبة، ما كان في 7 السنين المخصبة. ليس معنى أن البقرة الهزيلة تأكل البقرة السمينة، لا لا، هذا فقط يعني رؤية، لكن تعبيرها آخر. قال يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن جميع ما ادخرتموه إلا شيء قليل، وإن كان كثير ما ادخروه، لكنهم يأكلون 7 سنين ما في زروع ولا ثمار إلا ما كان من 7 السنين الأولى. وهذا فيه يعني إرشادهم، إرشاد يوسف عليه الصلاة والسلام لهؤلاء لأهل مصر ما يفعلونه لكي لا يجوعوا، لأنهم إذا أكلوا حق 7 سنين المخصبة ثم جاءت 7 سنين مكدبة ما عندهم ما يأكلون، فسيكون الجوع والهلاك بسبب الجوع. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.